الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يا رب، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي المصطفى والحبيب المجتبى، نسينا في ودادك كل غال، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي لنا شرفا نلام، وما علينا ولما نلقكم لكن شوقا يحركنا، فكيف إذا التقينا تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا. سيدي رسول الله، اللهم يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إنك لا تخلف الميعاد، اجمع بيننا وبينه في أعلى مراتب الجنة. وبعد أوصيكم معاشر المسلمين بتقوى الله عز وجل ومراقبته والخوف من جلاله. أبرقت السماء يوما وصاح الرعد في أطباقها، وكان عمر بن عبد العزيز وأمير المؤمنين في المدينة سليمان يتقي الرعد ويبحث عن مكان يؤويه. قال عمر: يا أمير المؤمنين، إذا كان هذا خوفك من آثار رحمته فكيف خوفك من آثار عذابه؟ اللهم يا حي يا قيوم ألبسنا لباس التقوى واجعلنا من أهلها صدقا وظاهرا وباطنا. يقول ربنا في محكم التنزيل: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ابن عباس كما روى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ خطا فخط في الأرض، أخذ عصا فخط في الأرض خطا وقال: خير نساء أهل الجنة مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون، لازلنا مع هذا الحديث العظيم، واليوم نقف أمام آخر سيدات أهل الجنة، مريم بنت عمران. اسمها مريم العذراء، ومريم الصديقة، ومريم البتول، أم عيسى على نبينا وعليه السلام، وبرا بوالدته ولم يكن جبارا شقيا. مريم هي الهامة العظيمة التي نقف أمامها رجالا ونساء، ونحن في أيام نبحث فيها عن القدوة، في زمان ضاعت فيه البوصلة، فصارت القدوة وراء كل ناعق وترك أهل الكمال. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد
كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد، وفضلت عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. مريم في دين محمد الخاتم هي الصديقة البتول العذراء التي لم يكن لمثلها في الوجود أن الله سبحانه وتعالى اصطفاها وطهرها. قال ابن عباس طهرها أي أنها حاضت مرة واحدة، وقال غيره مرتين، الأولى عند البلوغ والثانية بعد أن طرحت عيسى وولدته أصابها ما يصيب النساء، غير أنها كانت طاهرة عما يصيب أمثالها من بنات حواء. قال السيوطي في الدر بأكثر من 10 أقوال ينسبها لعظماء الصحابة: اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قال قامت مريم وقنتت لربها حتى تورمت قدماها وسال منها القيح. الصديقة وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، تقوم حتى تتورم قدميها. وأهل الخطايا أمثال خطيبكم ليلهم طويل ونومهم عظيم. يقول سيد الرجال علي رضي الله عنه: عجبت من الجنة نام طالبها ومن النار نام هاربها. عجبت إلى الجنة نام طالبها، كيف تريد الجنة وليلك نوم أو فضاء أو نت أو ملاهي؟ وإلى النار نام هاربها، كيف تخاف من النار وقد عمرت ليلك بما يغضب الله سبحانه؟ أما مريم فقامت حتى تورمت قدميها وسال القيح منها، الوحيدة التي حملت من غير أب. مريم العذراء البتول الطاهرة لم يكن لحملها كما يكون لبنات حواء من أمثالها، ولكن الله ألقى إليها كلمته وروحا منه فحملت بعيسى ووضعته على نبينا وعليه السلام. مريم يا معاشر المسلمين هي الوحيدة التي نزلت بها سورة من القرآن العظيم، السورة 19 تحمل اسمها مريم بنت عمران. مريم بنت عمران سورة مريم نزلت باسمها، وسورة عظيمة من طوال سور القرآن حملت أهلها وآلها، سورة آل عمران. ذلك أن حنا بنت فاقوذ أم مريم بلغت من الكبر عتيا وزوجها شيخ كبير، رأت طائرا يطعم فراخه فتحركت فيها فطرة الأمومة فطلبت من ربها الولد، ثم قالت مردفة: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها
بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن. قال أهل العلم: نذرت حنا ما في بطنها لبيت المقدس خادما، فلما رأت ما خرج من بين أحشائها وإذا بها أنثى، ولا تستطيع الأنثى أن تخدم بيت المقدس كما يخدمه الرجل لما يصيب الأنثى مما تعلمون، فيحرم عليها دخول بيت المقدس والمساجد. حزنت حنة فقالت: يا رب، أنا نذرت لك ما في بطني لخدمة بيت المقدس، ولكنها أنثى، فكيف تخدم بيت المقدس؟ لما علم الله صدق حنة طهر مريم عما يصيب النساء من الطمث، فكانت طاهرة. إن الله اصطفاك وطهرك، فكان لا يصيبها ما يصيب أخواتها من بنيات حواء طاهرة. دخلت مريم بيت المقدس وكان أبوها قد مات عنها، يتيمة، وكان أبوها معلم في بيت المقدس، فتنازع الناس كفالتها تبركا بها، فجعل الله كفالة مريم إلى نبيه الكريم زكريا. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. لما اختصموا في كفالتها لجأوا إلى القرعة، فرموا أقلامهم في مجرى النهر وقالوا: أيما قلم وقف ولم يسحبه النهر فصاحب القلم كافل مريم. رمى الناس أقلامهم ورمى زكريا قلمه فخرج قلم زكريا. أعادوا القرعة فكان سهم زكريا ليكفلها نبي كريم من أنبياء الله عز وجل. رموه الثالثة فخرج سهم زكريا فتكفلها زكريا، كفلها ربها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال: يا مريم، وكانت طفلة، أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أيها المسلمون، ونذهب مع السيدة البتول مريم التي ذكرها الله عز وجل باسمها في مرات عديدة. ذكرها في سورة التحريم، قال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وذكرها في سورة الأنبياء بقوله: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. قال العلماء: أما في التحريم فكان السير يتكلم عن النساء، زوجتي لوط ونوح وزوجة فرعون، فكان من الأنسب ذكر مريم باسمها. وأما في الأنبياء فكان الكلام عن داود وسليمان وزكريا وذنون يونس، ثم جاء ذكرها بالإبهام بقوله: والتي أحصنت فرجها. قال تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشرا ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض
إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينه، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الآيات يا أيها السادة قراها ابن عم المصطفى عليه الصلاة والسلام جعفر على ملك الحبشة النجاشي، فأخذ النجاشي المسيحي قضيبا وخط في الأرض خطا وقال والله ما زاد عيسى ابن مريم على ما ذكرتموه أكثر من هذا الخط، ثم قال والله إن الذي جاء به محمد والذي جاء به عيسى ليخرجان من مشكاة واحدة، ونحن على مقربة من أيام مولد المسيح. أقول أيها النصارى كونوا منصفين كما كان النجاشي، أيها المسيحيون كونوا منصفين كما كان ملككم، أيها النصارى تعلمون ماذا نقول في العذراء مريم، وقد ذكرت طرفا من عقيدتنا فيها، وكلام حبيبنا وسيدنا فيها، وكلام رب العزة فيها، وتعلمون ما يقول اليهود في أمنا مريم العذراء. اتهموا مريم العذراء بيوسف النجار وقالوا إن إله النصارى ابن زانية، فكيف تضعون أيديكم بأيدي اليهود وهم الذين يتهمون مريم العذراء بما تعلمون، وتتركون من يقدس مريم ويعظم مريم ويفرد لها سورة عظيمة من طوال سور القرآن الكريم. كيف لا تكونون منصفين مع من يجعل الإيمان بعيسى ابن مريم شرطا لازما من شروط قبول إسلامه؟ وأركان إسلامنا أن نؤمن بالله وملائكته إيماننا وكتبه ورسله واليوم الآخر ومنهم عيسى، بل إننا يا معاشر النصارى نقول أن أنبياء الله عز وجل كثر، وأن أسياد الأنبياء 5، وأن سيدهم رسول الله ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح أولو العزم. هكذا يتكلم القرآن عن مريم، والناس يحتفلون بأعياد الميلاد. هكذا يتكلم القرآن العظيم عن القديسة العذراء البتول الصديقة مريم. اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. أيها المسلمون، إن من الإنصاف اليوم أن يقوم العقلاء فيقرؤون قول الحق سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا من الذين قالوا إنا نصارى، ذلك أن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. إنه الإنصاف الذي غيب اليوم تماما، فوضع الغرب المسيحي يده بيد اليهود أعداء الله عز وجل وقتلة الأنبياء الذين يتهمون مريم جهارا نهارا بأنها بغي يوسف النجار. والقرآن العظيم يقول على لسان أهل مريم: يا مريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. هذه وقفة أقول
الزمن، فمن كان له صديق أو جار أو شريك من إخواننا أهل عيسى وهم يحتفلون بكريسمسهم اليوم فليقصص عليه قصة مريم وليقل له ماذا يعتقد المسلمون بمريم وماذا يعتقد اليهود بمريم. فلماذا انصرف المسيحيون إلى أكثر الناس تطرفا على وجه الأرض اليوم وتركوا من أنصفهم وأقام لأمهم في كتاب الله عز وجل احتفالا عظيما بولادتها وولادة ابنها، فأفرد لولادتها سورة هي ثانية طوال سوره. آل عمران تكلمت عن حملها وطرع ولادتها وكفالتها وتربيتها، ثم أفرد سورة هي 19 يتكلم عن مريم وولادة عيسى على نبينا وعليه السلام. أيها المسلمون، قال تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. قال ابن الأثير الجزري في الكامل في التاريخ، وهو من أوثق كتب التاريخ ليس عند المسلمين فقط بل عند كثير وعديد من المؤرخين. كان ذلك في بيت لحم، في بيت لحم في الشام، أرض البركة وأرض الرباط وأرض الجهاد التي لا تزال فيها طائفة من الأمة قائمون على الخير والنور والإيمان والبركة والجهاد ما دامت السماوات والأرض. كان ذلك في بيت لحم هنا في الشرق كما يطيب للناس أن يسموه اليوم، الوطن العربي يعني البلاد الإسلامية أو الشرق الأوسط، سمه ما تشاء. في بيت لحم ولدت مريم طفلها، ثم لما ولدت عيسى عليه السلام قالت من شدة حزنها وخوفها، وكانت لم تبلغ 14 من عمرها، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال العلماء: النسي المنسي هو أن تمر قافلة على خيمة أو استراحة أو واحة ثم تمضي عن الواحة وتترك وراءها متاعا حقيرا زهيدا، ثم تذكر المتاع بعد أن رحلت عن الواحة، فيقول قائلهم: أرجع إلى الواحة فآتي به، يقول: لا، إنه نسي منسي. هذا النسي المنسي. تقول مريم: يا ليتني كنت نسيا منسيا. فناداها أي عيسى عليه السلام من تحتها: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. نهر جاري لتشربي، والنفساء تحتاج الماء والطعام. قال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وكانت النخلة يابسة، وقامت المرأة من مخاضها تهز النخلة ليتساقط عليها الرطب. قال العلماء: هذه آية الأسباب، فلا تعتمدن فقط على الدعاء ولكن قم وحرك يديك. كان ربك يستطيع أن ينزل على مريم مائدة من اللحم والشواء، لكنه أمرها بأن تأخذ بالأسباب، أن تهز امرأة ضعيفة وقعت في الحمل والمخاض والولادة نخلة لا يهزها 10 من الرجال. هذه الأسباب والعمل وتحريك اليدين حتى ينزل الله عز وجل الرزق. فأتت به قومها تحمله، أرادوا أن يرموها بالحجارة فشل الله بعض أيديهم. ناداها رجل: يا بغي، فأخرس الله لسانه: هكذا يا معاشر النصارى نعتقد بمريم العذراء. أراد أحدهم أن يرميها بالبغي فشل الله لسانه، وأراد بعضهم أن يرميها فشل الله يده. فقال أعقلهم: يا أخت هارون. وهارون أخو موسى عليه السلام، لكنها ليست أختا له في النسب، لكنها أختا له في المجاز والدين. يقال يا أخ العرب، يقال عن هود أخو
عن صالح أخوه هود، وإلى عاد أخاهم، وهكذا يتكرر ذكر الأخ في القرآن مجازا. قالوا يا أخت هارون بالصلاح والتقوى والإيمان ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، لا عمران ولا حنة، ولكن مريم بوحي من ربها منع الله عنها الكلام فأشارت إليه. طفل في المخاض الآن ولد. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني ابن الله. إيش الآية؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. لم يقل عيسى إني ابن الله، قال إني عبد الله. إني عبد الله، والعبودية أرقى وأسمى مرتبة يصل إليها الإنسان. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أكرم مكان وجاه البشر هو مكان المصطفى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال القرآن سبحان الذي أسرى، ما قال رسوله ولا نبيه ولا خليله، وإنما قال بعبده. قال عيسى إني عبد الله. فلا تكن متطرفا وكن منصفا. نحن أمام هامة عظيمة وضعت لنا رسولا كريما عبدا من أولي العزم عيسى عليه السلام. هذه حادثة ولادته. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. طبعا لم يبلغ بالرسالة حتى صار عمره 30 سنة، ولم يتكلم إلا كلمات قليلة هي في هذا المجلس. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أوصاني بالصلاة. يا أمة ضيعت خمسها، يا أمة عرفت طريق الملاهية وطريق المطاعمة وطريق السياسة وطريق كل شيء، وضيعت طريق المسجد. لن تقوم لك قائمة طالما طريق المسجد ضائع عن أقدامنا. لن تقوم للأمة قائمة طالما طريق المسجد ليس في خرائط قلوبنا. وأوصاني بماذا يا عيسى أوصاك ربك؟ بالصلاة. تعرفون خيمة البدو وتعرفون العمود الذي يقام في وسطها، فإذا سقط العمود سقطت الخيمة. كذلكم أخبر حبيبكم بعد أن تصلوا عليه. الصلاة عماد الدين، العمود الذي يقف عليه الدين. من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. العهد الذي بيننا وبينهم إيش يا رسول الله؟ ما هو العهد الذي بيننا وبينك والرباط الذي يربط بيننا وبينك؟ قال الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. لما علم ملوك الغطرسة والكبر بقصة عيسى خافوا منه فأرادوا قتله، فأخذته مريم العذراء في حجرها، وكان معها يوسف النجار البريء التقي النقي، وهاجرت مع يوسف النجار من فلسطين في الشام إلى بلاد الكنانة التي كانت بلاد الكنانة. وأسأل الله أن تعود بلاد الكنانة. مصر أم الدنيا. نعم، قيض الله عز وجل لها من تعلمون اليوم. وأسأل الله العلي القدير أن يعود لمصر والشام وغيرها أيام العز والسؤدد يوم كانت تقود العالم عمرو بن العاص من مصر ومعاوية من الشام. وستعود تلكم الأيام بإذن الله عز وجل. هاجرت بعيسى 12 سنة، غيبت عن الشام
فلما قضى الملك الفاجر الطاغية عادت مريم من هجرتها إلى قرية ناصرة اليوم في فلسطين، ولذلك يسمى أهلنا نصارى نسبة إلى تلكم البلدة التي سكنتها مريم العذراء وابنها حتى بلغ عيسى بالرسالة على نبينا وعليه السلام وله من العمر 30 سنة. وكانت مريم مع ابنها المسيح عيسى بن مريم القدوة والأسوة، كما كانت خديجة بنت خويلد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المعين والحافظ والظهر والمتكئ. وكان عيسى يبلغ رسالة التوحيد لله عز وجل، ومعه أمه مريم والحواريون حتى كان له من العمر 33 سنة. قال تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل كلمة الذين آمنوا فوق الذين كفروا. إلى يوم القيامة رفع عيسى عليه السلام، وظلت أمه من بعده 6 سنين، ثم قضت على نبينا وعليه السلام وماتت كما يموت الناس. ماتت كما يموت الناس. مريم العذراء القانتة الناسكة الطاهرة صاحبة الليل المعمر بالصلة بالله عز وجل ماتت ودفنت على قولين. قيل أنها دفنت في القدس في بستان الزيتون عند باب الأسباط اليوم، وقيل أنها دفنت في دمشق الشام التي سينزل فيها عيسى يوما فيقيم الصلاة ويكسر الصليبة ويذبح الخنزيرة ويقيم دين الله سبحانه وتعالى هنا في دمشق على منارة المسجد الأموي البيضاء. أسأل الله العلي القدير أن يجعل نساءنا وبناتنا وأزواجنا وأهلينا على قدم مريم العذراء أم عيسى عليه السلام، وأسأل الله العلي القدير أن يهدي المنصفين فيقفون أمام القرآن العظيم كما نقف نحن وقفة التبجيل والتقدير والتقديس. كتاب أنزلناه إليك مبارك لتخرج الناس، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. اللهم أخرجنا من ظلمات معصيتك إلى أنوار طاعتك. سلام على مريم العذراء، سلام على عيسى روح الله وعبد الله وكلمة الله. اللهم إنا نشهدك أننا نؤمن به ونحبه ونسألك أن تجمعنا به وبأمه وبحبيبنا المصطفى في أعلى مراتب الجنة. اللهم آمين آمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر عميم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال ولم يزل قائلا عليما وأمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برضوانك واشملنا بعفوك وإحسانك، واكتبنا في هذه الساعة من المقبولين. واعلموا أن ضيوفنا لا زالوا يجمعون لجامع إبراهيم الخليل، فمدوا لهم يد العون وأجزلوا لهم العطاء. واعلموا أن ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اللهم يا قريبا غير بعيد، يا شاهدا غير غائب، يا حليما غير عجول،
يا أكرم من سئل ويا خير من أعطى. أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ونور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تجعلنا في ساعتنا هذه من المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى مولانا رب العالمين. يا من لا تضره معاصينا ولا تنفعه طاعاتنا، ولا يزداد على المعصية إلا حلمه، ولا يزداد على السؤال إلا عطاءه. يا من خشعت له القلوب وعنت له الوجوه وخشعت له الأصوات فلا تسمع إلا همسه. يا من يعلم ما في قلوبنا ويعلم أسرارنا وظواهرنا وبواطننا. اللهم إنا نبرأ إليك من كل ما فعلناه، ونتوب إليك من كل ما اجترحناه، ونسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد القيوم الصمد أن تكتبنا في هذه الساعة من خواص خلقك الذين نظرت إليهم نظرات الرحمة فأخرجتهم من ظلمات معصيتك إلى أنوار طاعتك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، واكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، اجمع بيننا وبين حبيبك المصطفى في أعلى مراتب الجنة، وبعيسى وموسى وإبراهيم ونوح ومريم العذراء وخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، إن أعمالنا قد قصرت بنا عن اللحاق بموكبهم الميمون، ولكن آمالنا عظيمة بجلالك. اللهم حقق لنا ما سألناك وأعطنا ما رجوناك، واجمعنا بحبيبك ومصطفاك. أقسمنا عليك بأحب أسمائك الحسنى إليك. اللهم إنا أقسمنا عليك بأحب أسمائك الحسنى إليك أن تفرج عنا في الشام فرجا قريبا عاجلا، إذ أنك أنت الله الذي بيده تدابير الكون، يعلم غيب السماوات والأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. اللهم عجل فينا فرجك، اللهم عجل فينا فرجك، اللهم عجل فينا فرجك. تحقن فيه الدماء، اللهم تحقن فيه الدماء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، ومتعنا بكمال برهم، وانفعنا من كرامة دعواتهم يا أرحم الراحمين، ولمن أوصانا من عبادك المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم والله يعلم ما تصنعون.